مناصر للفريق الوطني، مناصر وفي الفريق الوطني الجزائري. جيت المغرب باش سبيسيالمون بوغ لو ماتش تاع لو غيني ولاجيري. الحمد لله كانت النتيجه مخيبه شويه، عاونا نربحوا باش نتكاليفيو ديريكتومون لا كوب دي موند 2026 في امريكا مكسيكو وكندا. ما صعبناش الحظ. المهم انا جيت المغرب، كان عندي نظريه اخرى، يعني اول مره نجي المغرب، يعني زرت كثير بلدان، وهذه مره جيت للمغرب لقيت الناس يعني غير ما كان في السوشيال ميديا، في الريزو سوسيو يقولوا كلام، وفي الواقع شيء اخر تماما. كل ما تسير في وسط، يعني في وسط الملعب، الناس يرحبوا بك. انا برا يقولوا لي تعال خذ سير معنا البيت، سير معنا للدار، دخلوني الدار، كليت شربت. الحمد لله والله المغاربه احسن ناس، اطيب ناس، خاصه ان نتشاركوا في كثير من العادات وفي كثير من التقاليد وعقليه، هضره، كلام، كل شيء. وان شاء الله راح نلعبوا كاس افريقيا بعد 4 اشهر. كنت انا نعرض فكره انه يجيوا الجماهير الجزائريه للمغرب، لكن انا نقول لهم ارواحوا، تعالوا بقوه في بلدكم الثاني. وكاس افريقيا راح تتنظم في بلد ثاني، يعني في كانك في الجزائر، يعني تلقى روحك بين ناسك، بين عائلتك، بين خوتك، بين كل الناس. وان شاء الله راح نتالوا في المباريات القادمه، والاحسن راح يفوز. المغاربه كما قلت لك اخي، يعني الناس طيبين كثير. قلت لك دخلوني حتى ديارهم، وكلوني، شربوني، الحمد لله، يعني ما لقيت منهم الا خير. قلت لك في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصح مش كيف في الحقيقه يقولوا انه المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. يعني هكذا تعامل الناس معايا في الخار، والحمد لله، وربي يبارك فيكم ان شاء الله. ولو ميور كي غان ان شاء الله نجيو للمغرب وناخذوا كاس افريقيا من المغرب ان شاء الله.